عامله شغل هايل قوي في الايفنت ده. لا بتركز في كل التفاصيل، واخده بالها من كل حاجه، بنت دماغ عايله. بص اختياراتي برضو عبقري انا برضو. شوف يا ابني تفاصيلها اللي عملتها النهارده في الايفنت. هو انت بقى ما بتردش عليا ليه؟ لا تكون معترض على كلامي ولا حاجه. هو انا معترض بس مش على كلامك، على تصرفاتك. معلش تصرفاتي. بص انا هتكلم معاك كاصحاب مش كشركاء. الناس هنا كلهم بقوا ملاحظين ان في حاجه بينك وبين جايده، لان شكلكم بقى مفضوح قوي، حتى انت ما تقدرش تنكر ده. ومين قال ان انا عايز انكر؟ انا وجايده فعلا في بينا حاجه، بس تقدر تقول كده الموضوع لسه في اوله، مرحله تعارف يعني. ايوه بس جايده ما تنفعكش يا مالك. هو انت ليه غاوي توقع نفسك بالشكل ده؟ تقصد ايه؟ قصدي ان من جايده لنريمان يا قلبي لا تحزن، سبت واحده انانيه ومش مسؤوله واخترت واحده برضه انانيه وشايفه نفسها اهم واحده في الكون، وده كان واضح من اول يوم ليها هنا في الشركه. شوف يا حسين، جايده حياتها مختلفه تماما عن الوش اللي بتصدره للناس. سيرك في يوم من الايام لما تعرفها كويس هتفهم انا بقول لك ايه. انا لا عايز اعرفها ولا عايز ما اعرفهاش. انا مش فاهم انت ايه اللي بيجبرك على الوقعات دي. تعرف يا سحس، انت اللي زيك لعمره يحس ولا يفهم اصلا. ده مادة ولا ايه يخرب بيتك؟ ياه الحمد لله على السلامة، انت لسه فاكر؟ ايه رايك؟ انت يا حبيبي مش محتاج تاخد رأي حد، انت أجمد واحد في العالم كله. انت بتهزر، بس أنا ليا رأي تاني. أنا رأيي بقى بصراحة إن أنت تروح البيت ترتاح كده وتنام بعد المجهود الفظيع اللي أنت عملته ده، والله يسترك بلاش فضايح لحد كده. فضايح والله يسترك. انا لو كنت بجري عريان ما كنتش هتقول عليا كده. في ايه يا وليه؟ ما انا كنت جاري ومقفل عداد عادي يعني. وبعدين بدل ما تنتقديني ما تعلميني، مش هتخسري حاجه. ماشي خلاص انا هعلمك. انا برضه رايي انك تروح تنام، وان شاء الله بكره هنيجي في نفس المكان ده كده وهنتعلم وهنعمل كل حاجه مع بعض. ايه رايك؟ يا ملكه السركازم الاولى، ممكن تعلميني؟ مش هتخسري حاجه. ماشي عندك حق يا واد يا ادهم. انا باخد تحدي مع نفسي كده، اعلم الناس الاغبياء اللي ما بتفهمش اللي زيك وابقى جامده جدا. خلاص ايه رايك؟ عد الجمايل. يخرب بيت لسانك يا شيخ. ماشي، بمناسبه بقى عد الجمايل، ممكن بقى تكملي لي الجميل كده من الجمايلك اللي مغرقاني دي، وتشيلي شويه يعني حيطه السد اللي انت حطاها كده ما بيننا. ادهم قلت لك 100 مره بطل الطريقه بتاعتك دي. انا مش بتاعه الصحوبيه والكلام ده ومش هصاحبك، اتفقنا؟ وانت بتزعلي ليه وانا طلعت اجري وانا واقف قدامك؟ علشان انت مصمم تعدي المساحه اللي احنا متفقين عليها. يبقى طاير ريقك اخضر بقى، اتكل على الله. خلاص خلاص هقفل بوقي. ساتر. ده ايه ده؟ ادهم طول الوقت فاكره انه لما يزن عليا هوافق، بس انا بقى زيه وزننا اكتر منه. هزن عليه ان احنا نفضل اصحاب. انا مش عايزه اخسره لان هو صاحب جدع قوي، وعلى فكره مش معنى ان هو بيضحكني ان انا اتجوزه، يعني مش منطقي خالص. بس مصيره يفهم وهنبقى اصحاب جدا وقريب قوي كمان.